مش هيقطع. انت متخيل لو النت قطع؟ ما هي مرحله. طب ما هو التلفزيون، طب ما هو انا كنت ممكن اجي لك من فتره. طب اقول لك على حاجه، تشتغل شغلانه لو الساتلايت لو الكهرباء، لو الساتلايت القمر الصناعي ده كان في ارضي. بص هو بيتكلم يعني ما كان في ارضي. بص انت مش عارف بس لو التلفزيون ما بقاش موجود. احنا عايزين نسمعك والله بكلمك جد. انت عارف ان احنا كنا في فيلم انا وعمرو بيتكلم عن انه ان لو النت قطع لمده 10 سنين ورجع هيحصل ايه يعني. في ال10 سنين دول، ال10 سنين لا، هو اللي حصل بقى انه في ال10 سنين حصل ايه في الناس. ولما رجع بقى في ناس ضد ان هو يرجع، عشان من اللي كانوا بيستفيدوا من النت ده لوجز وبتاعه. بص انا بشوفه وسيله بصراحه. يعني هتقول لي انت تخيرني كخالد الفنان اللي النت بيساعده ان هو يوصل لجمهور وان هو يجيله شغل وان هو يجيله فلوس وكل الحاجات دي، لو هتخيرني لا مش عايزه. اوكي انا عايز ابقى دي مفاجاه. طبعا انا عايز ابقى بس اقول لك ليه بقى، اقول لك ليه بجد. عشان انت بتقول انا فنان، يعني انت عندك حاجه، انت عندك حاجه عايز تقدمها. صح كده؟ صح. طب انت لو ما عندكش مش تقول الكلمه. لا مش هقول دي، لان ده اللي محمي بيه اصلا. صح. بس كده انت عشان فاهم انت فاهم موضوعك، فقلت انا راجل عندي كونتنت او عندي فن، عندي حاجه دلوقتي بقدمها كده، لكن اتمنى انها تقدم بطريقه تانية. طبعا واخد بالك؟ لان هو مش هيعيش طول عمره اصلا، مش هيعيش طول عمره على النت طبعا، ومش منطقي. انا دماغي هتبوظ، انا مش عايز دماغي تبقى مصديه، مش منطقي. طب وانت واحد كمان ستاند ابر، يعني انت حلو. متعود على انك تبقى واقف على مسرح وبتشوف الجمهور وبتاع كلام كده، احساسك ايه لو انت هتقدم ده ومفيش جمهور قصادك؟ هتعرف؟ لا يعني طبعا. انا ما اعرفش، انا شخصيا كستاند ابر انا كنت بقول لهم يا جماعه ما ينفعش اعمل ستاند اب في ايام ما كانوا عايزين نعمل ستاند اب في التلفزيون، صعب قوي. فاهم؟ صح. قلت لهم لا، الستاند اب يبقى لازم يبقى جمهور ومسرح وانتوا صوروا وذيعوا في التلفزيون. يا جماعه هو لما كان بقى عشان بس تعرف انه في تواصل بين الاجيال يعني. لما كان الثلاثي اضواء المسرح بيقفوا بيعملوا مونولوجات على المسرح وبيقولوا افيهات ونكت جاهزه والكلام ده كله، ده ما كانش ستاند اب كوميدي، كان ستاند اب. سيبك من ده من كام سنه بقى، ده من سبعينيه كتير. خلي بالك من ستينيه سبعينيه. اول واحد انا بقول دايما في التاريخ للستاند اب كوميدي، اول واحد يعتبر ان هو رجع الستاند اب كوميدي او عمل له شكل في مصر كان سمير غانم. لانه كان عنده رباعيه كده، ربع ساعه على المسرح بيعمل ستاند اب، بس كان حاطه جوه المسرحيه. اللي عملوه بره وبيقول لك احنا اللي عملنا الستاند اب والفن ده، ان هم طلعوا الستاند اب من الاطار اللي كان فيه سواء مسرحيه سواء مسلسل سواء فصلوه وعملوه فن وقائم بذاته. بالنسبه لي اي وان شو، اي شخص بيقف على المسرح يقدم للجمهور حاجه فن، خلاص. بس بقول لك ما تعملش فيها طيب، بس مش فيها طيب. لا مش طيب، احنا برافو عليك كجين زي. لا طيب. فاهم يعني ايه؟ مفيش حد في الجن ده طيب خالص. مفيش السويت شيرت ده ما يجيش ما اسموش كده، اسمه هودي اصلا. انت بتوع الجن يا باشا، انت على المسرح اهوت وفاهم، في ناس تحت من الجيل بتاعنا احنا بتشتغلك بايه مثلا، بتشتغلك انت بتهس في حاجه وهم يا عم يا هو ده بقى الفن بتاعكم بقى. انت شايف نفسك بقى؟ لا بودي عادي والله، بقول لهم مش مكانكم بقى، روحوا امسكوا جرايد اقروا بقى.